معايا حفرة البروم اللي هي نروح مع بعض حفرة التخرج. تعالى يا نديم. ايوه يعني تعالى يا ولا نديم لا؟ لو سمحت تعالى. تعالى من فضلك. ايه الهبل اللي انت عملته ده يا نديم؟ الهبل اللي انا عملته ده؟ انت شفت برومبوزل زي كده قبل كده؟ شفت برومبوزل في الجامعه اصلا؟ احنا في سنه ثالثه. انا كنت جايب لك عربيه لم وتاخدك من قدام البيت وحاجز لك سويت في الفندق. اقول لك على حاجه، انا كنت بفكر اعمله بره مصر اصلا. الموضوع مش في كده يا ابني. كنت عارف انك هترفضيني والله، زيك زي اللي قبلك. عشان انت بتدخل دخلات غلط، انت بتبهرهم بحاجات ماديه مش مهمه اصلا. لا طبعا مهمه. وانت فاكره ان كان حد هيقعدني معايا لولا الحاجات دي؟ لولا خروجة الخميس ولا سفريه الساحل ولا فيلة الجونه؟ انا من غير الحاجات دي ولا حاجه، وانا عارف من غير الحاجات دي والله ما هيعبروني. مين قالك كده يا نديم؟ لا طبعا، انت فيك حاجات حلوه كتير. دمك خفيف وبتحب اصحابك وبتغني راب وذكي. ذكي؟ ايوه طبعا ذكي. على الاقل انت عارف مشكلتك فين، بس المشكله الاكبر انك مش بتدور على حل. طب طالما انت شايفاني كده ساكته ليه؟ نديم انا لسه بقول عليك ذكي. بص يا نديم، مش كل اللي حواليك بيستغلوك، ولو لقيت حد كده بيعرفك عشان مصلحته اوعى تخليه يبقى صاحبك. الموضوع مش في الفلوس. صح، انت غيرتيني يا فاطمه. الموضوع فعلا مش الفلوس. انا هبيع كل ممتلكاتي وكل الفلوس دي هطلعها لله. اقول لك حاجه، انا هسيب بيت اهلي وانزل اقعد لوحدي في فيلة زايد عشان ابتدي من الصفر. هتبتدي من الصفر في الفيلا؟ هي مش فيلا، هي تاون هاوس. ماشي. ساعتها بقى هتحبيني؟ هحبك ايه يا ابني؟ انسى الموضوع ده. نديم، لما تعرف بنت ومش مديالك ريق من الاول ما تدلقش وراها كده زي العبيط، عشان هتاخد على دماغك يا حبيبي. يعني ايه مش فاهم؟ يعني حس بقيمه نفسك. نديم انا بقول لك كده عشان انا بعزك. طب ما انا كمان بعزك. ما حلو اهو. ممكن اسحب كلمه ذكي اللي قلتها لك من شويه دي؟ لا والنبي بلاش، ده انا ما صدقت حد قال كده. نديم، احنا اصحاب واخوات، مش هينفع يبقى في بينا حاجز. ليه بس يا فاطمه؟ عشان انا اكبر منك ومتطلقه وعندي عيال قدك تقريبا.